السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم درت لكم وصفة زمان ولا وصفة من الارشيف. هذه الوصفة كنت بزاف نديرها كنت نخدم بها قرن غزال. حبيت نديرها لكم اليوم على شكل كعكات. درت لكم هذا اللون الاورانج، يعني كان واش كان في لاباط. درت لكم اللون نتاعها كما راكم تشوفوا معايا. جات نتيجة مدت النتيجة ولا اروع. البنة تاعو ما نحكي لكمش، ويعني حاجه جديده وتجي بزاف بنينه. هذه اللي نقولها لكم. كانت بيجو تاع التشينا، تجي ما شاء الله، تجي لاباط تاعنا طريه. قبل ما نبداو دائما نصلوا على الحبيب المصطفى عليه الف صلاه وسلام، ونبداو في طريقه التحضير. هنا واش عندنا؟ حنا عندي دوك هنايا عندنا، حطيت الريسيبيون تاعنا، حطيت 3 كيلات نتاع فارينه. انتم الكميه اللي حبيتوا ديروها، تقدروا ديروا كميه صغيره، تقدروا ديروا كميه كبيره. انا كنت غربلت الفارينه هنايا، ديت 3 كيلات نتاع فارينه. يعني لاباط تاع زمان، يعني ما فيها حتى تغيير. 3 كيلات فارينه حطيتهم هما الوالا. واش عندنا؟ نديروا دائما هنايا الرشه تاع الملح. عندنا قبل ما ندير رشه تاع الملح، عندي هنا واحد 2 مغارف نتاع سكر. في ال 500 غرام عندكم واحد 3 مغارف نتاع سكر، ما يعادل 60 غرام. عندنا رشه تاع الملح وعندنا لافاني. يعني حطيت كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا معايا. دائما نبدا نسبق بالنواشف باش نروحوا للسوائل. انا هنا بالنسبه للدم واش عندي كيلو ناقص ربع نتاع سمن ذايب وبارد. نكملها بالزبده، ولا تقدروا تكملوها بالزيت. الزبده واش الدوره تاعها ولا القوام تاعها؟ راح تجينا خفيفه وتشد لنا لا فوغ. حطيتها هي الزبده. دائما احنا الدم يكون بارد، هذه ننصحكم بها باش العجينه تاعنا يعني ما يشربناش كميه كبيره نتاع الماء. نحط، شوفوا كيفاش نحط هذاك الدم تاعنا مع الخليط، ونحكم نبسو مليح بيدي كيما نخدموا عرايش كعكات عادي. يعني نفس الطريقه كما راكم تشوفوا معايا. ندخل هذوك الدم مليح، ندخلو مليح في العجينه. بليتو درت هنا لو زيست تاع حبات تاع التشينا، يعني كمل التم تاعنا. درنا نطموها بالجو تشينا، درنا حبه تاع لو زيست حبه تاع التشينا. عندنا جون دوف تاع البيض في 500 غرام تاع فارينه او صفار البيض. دوك تشوفوه معايا. هادو الكعكات بزاف هايلين ما شاء الله. عندنا صفار تاع بيض، عفوا عندنا صفار لو جون ديف تاع البيض. بعد واش ندير المازها ونكمل نطم. ندير واحد 2 مغارف 3 تاع مازها ونكمل نطمها بعصير البرتقال. كما راكم تشوفوا معايا دائما نخدم باطراف الاصابع. دائما ما تخدموش بالكف تاعيتكم في لاباط، يعني كنت تعجنوها راح تجيكم معلكه. هذه اللي حبيت نقولها لكم. يعني واش نديروا؟ شوفوا كيفاش نحل مليح هذيك ليدام في الفارينه. لازم ينحل مليح كما راكم تشوفوا معايا. يعني طريقه جد بسيطه سهله. وتقدروا تخدموها ليله ما قبل. تقدروا تخدموا لاباط دائما من الاحسن تريح العجينه باش تقدروا يعني تشكلوها والافاق تاعها تشد لكم كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا كيفاش هنا عندي واحد 2 مغارف نتاع ما زهر، ما يعادل 41 مليلتر نتاع ماء الزهر. نحط الماء الزهر تاعنا، نعاود نخلط ونبدا نجمع فيها كما اي بات بالجو تاع التشينا حتى نتحصل على عجينه طريه او عجينه متماسكه. نخلوها ترتاح. دائما لنا لاباط من الاحسن تخلوها ترتاح لي على الاقل. نقدر نخدمها ليله ما قبل. نقدر نخدمها صباح وعشيه نخدم بها. نقدر نخليها ساعه ساعتين ونخدم بها. يعني قد ما راح تريح قد ما راح تماسك لكم وتجي ما شاء الله. يعني تجي ما شاء الله كما قلت لكم. شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تكون، تجي هايله. كملت كامل هذاك. عندنا دخل فيها واحد النص كاس تاع جوت تاع التشينا. نعد نطم العجينه كما راكم تشوفوا معايا حتى نتحصل على امبات طريه. هاني كملت هذاك النص كاس تاع جوت اورانج معانا. نطمها ونخليها تريح. شوفوا كيفاش تكون متماسكه. نروح ندير التيست تاعنا، نواسيها نكورها في يدي نشوفها اذا ما تتشقق سيبون، اذا خصتها عادي. نطمها ونخليها تريح. نروحو نوجدو لافارس هنا درت كيلو ونص نتاع لوز ابيض. ها هي زدت معاها كيلو ونص نتاع جوز.
هنا يعني ليكم الاختيار، تقدروا تخدموا بكاوكاو، ليكم الاختيار. عندنا نص كيلو نتاع سكر كريستاليزي وسكر عادي. حطيت نص كيلو اللي كيلت بها الفارينه، عفوا اللي كيلت بها اللوز كيل بها السكر. دينا نص كيلو. بعد واش درت؟ شوفوا واش درت. حكمت خلطت الميلونج تاع السكر واللوز مع بعض. بعد واش يعني حنعاود يعني حنحكمهم ونرحيهم. هذه الطريقه لازم ديروها. شوفوا من الاحسن ديروا هذه الطريقه. يعني تجيكم ما شاء الله، تجيكم يعني تجيكم معسله. دايما بزاف يقولك لا فارس تاعنا تيبس لنا. شوفوا كيفاش تكون. نروحوا نديروا عندنا، انا عندي هنا واحد 300 غرام. عندي واحد 12 غرام تاع سمن، وعندي لافاني. بصح نتوما قاعده في ال 500 غرام تاع لوز ولا كاوكاو برك نقص شويه سمن. في اللوز عندكم في 500 غرام تاع لوز عندكم 20 غرام تاع سمن ماشي زبده. علاش درت السمن وهذا ما خصتهاش الزبده؟ السمن راح ينشفها لكم، عفوا السمن يطريها لكم، والزبده راح تنشفها لكم. درنا لافاني ودرنا صفار تاع بيض. صفار تاع البيض وراح يخليها لكم تشد لكم مده طويله وهي طريه كما راكم تشوفوا معايا. فوالا نعجنها مليح كما درنا هنايا. كما قلت لكم نعجن لاباط اولا في الحشو تاعنا حتى نتحصل على يعني حشو يكون طري كما راكم تشوفوا معايا. حشو بخسك تاع رايش نتاع تشارك العريان، تشارك مسكر. شوفوا كيفاش يكون. انا برك قلت لكم تحبوا ديروا الميلونجي درتو، تحبوا تخدموا باللوز وحده، تحبوا تخدموا بالكاوكاو وحده، وليكم الاختيار. شوفوا كيفاش جانا. دوكا نخليه يرتاح مع العجينه. هنا واش عندنا العجينه. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. نحن نوزنها انايا هنايا نحن نوزنها 35 غرام 35 نوزنوها. شوفوا كيفاش نوزن كامل العجينه تاعنا 35 غرام. يعني الكعكعات والتشارك وكامل نوزنوهم 35. دائما نوزنهم على 35. ما حتى تشارك مسكر وكامل توزنوا 35. يعني باش تجيكم الحبه ماشي كبيره وماشي صغيره كما راكم تشوفوا معايا. نوزنهم كامل بنفس الطريقه. وزنت كامل لاباط تاعنا. نروحوا نوزنوا لافارس تاعنا اللي هي 15 غرام كما راكم تشوفوا معايا. نوزنوها 15 غرام حتى ل 20 غرام، يعني ليكم الاختيار. شوفوا هنايا لافارس تبدا من 15 حتى ل 20. انا هنايا وزنتها نورمالمون 20. ليكم الاختيار، كل واحد كيفاش يحب يوزنها. نكمل نوزن كامل لافارس تاعنا ونبداو في طريقه التشكيل. دائما لاباط تاعكم شوفوا كي توزنوها دائما تتغطى باش ما ديرلكمش هذيك لاخوت الفوقانيه ولا القشره. ميم لافارس تاعكم فاني تغطى. شوفوا دائما نسخنها. شوفوا كيفاش نديرها. نسخنها في يدي برك على الجل واش يعني ما تلقليش الزيت. شوفوا كيفاش درت لها. دوكا نحل العجينه تاعها، نحلها مليح، نحلها نحلها بشكل طولي كما راكم تشوفوا معايا. نحلوها مليح. ومن بعد واش نديرو؟ نروحوا نجيبوا الحشو تاعنا نديروه على شكل بوده ونحطوه كما راكم تشوفوا. نديروه على شكل بوده ونحطوه. دوكا كما راكم تشوفوا يعني نروح فوالا نروح ندير لافارس تاعنا لداخل في العجينه نديرها بالشكل الطولي ونليمها. ومن بعد واش ندير؟ نروح نطولها شويه، نروح نخويها منها باش نحط هذيك الجهه تاع الكعكعات وندير كعكات عادي كما ديروهم كامل. انا حنطيبهم في ليمول. شوفوا كيفاش نديرهم. نطيبوهم في ليمول يعني راح يعطونا منظر شباب كما راكم تشوفوا. مم راح يمدوا لكم يعني نتيجه هايله. شوفوا كيفاش يكونوا. انا دوك نوري لكم المول اللي حنخدم فيه. هذاك المول يعجبني بزاف في الكعكات، ولا تقدموا تخدموه انديفيديال هذوك الصغار. نحطهم كامل هكا. انا في هذه المرحله كنت شعلت الفوق تاعي على 170 درجه. نديرهم قبل ما نديرهم يطيبوا نبيكيهم بالكوردون باش نخرج لهم الهواء ونديرهم يطيبوا واحد 20 دقيقه حتى ياخذوا لا كويسون الدوغي تاعهم. نتوما هنا تقدروا في نص طيابهم اذا كانت عندكم كميه كبيره غير يشدوا رواحهم تقلبوهم ديرهم في السنين وتعاودوا تعمروا البلاطو تاعكم
يعني طريقه فاصيل في هذا البلاطو وتخدموا يعني ما تشدلكمش كامل اليد. هنا نديروهم يطيبوا ونشوفوا نروحوا نشوفوا الطليه. بالنسبه للطليه واش عندنا؟ ديت كاس تاع حليب او فنجان تاع لاتاي تاع حليب، ديت فنجان تاع لاتاي تاع زيت، والفنجان الثالث انا حنديرو نص عصير البرتقال ونص ما زهر، يعني نديرو نص جو تاع لورانج ونص ما زهر. يعني كما راكم تشوفوا دائما عصير تاع التشينا نروح نصفيه، لازم يتصفى لكم. حطينا هنايا هذاك الجو تاع التشينا كما راكم تشوفوا معايا. وجدنا السكر تاعنا اللي راح نبداو نقلاص يعني يكون عندنا نوجدو كامل على جي ونبداو نخدمو. يعني كما راكم تشوفوا يعني عطيت لكم بمقدار قليل، بصح ليكم الاختيار، تحبوا تضاعفوا الكميه ضاعفوا، يعني ليكم الاختيار. نخلط ونديروا السكر مع ليكوت مغربلاتو. هنايا حبيت اني حنديرها هنايا في الاورانج، لازم نديروا ملون ابيض باش نروحوا نزيدوا الملون الاورانج فوقه، هذه قاعده. يعني دائما في لاباز نديروا ملون بلون باش نزيدوا ملون اورانج فوقه، يعني هذه لازم تديروها. ما راكم تشوفوا معايا، راح ندير ملون ابيض بعد ندير ملون اورانج حتى نحصل على القوام اللي راني حبيته انايا. يعني ليكم الاختيار هنايا. نبدا ندير في الاورانج تاعنا. كما راكم تشوفوا حتى نحصل على اللون اللي راني حبيته. يعني هذا هو مزج الالوان. علاش نديروا البلون الاول؟ البلون راح يعطينا هذيك القوام تاع اللون الطبيعي. يجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على اللون. نزيد نفونسيها شويه، نبداو نوك. شوفوا كي فونسيتها، شوفوا الكعيك حتى وعنا كيفاش طابو ما شاء الله. يطيبونا ما هم بلون ما هم دوغي. دوكا نبدا نكلاصي. انا هذه هي طريقتي باش نكلاصي، تقدروا نتوما تحطوها في لاكري وتكلاصيو كامل على جي، كل واحد كيفاش يحب يكلاصي. نحطهم كامل ونخلوهم يباتوا لي، ولا نقدروا ليله كامله ولا نقدروا نديروا الصباح والحشيه نخدموا، يعني الحشيه نحوهم. بصح لازم تنشف لنا الطليه باش نروح ندير لهم الديكور. هذه اللي حبيت نقولها لكم. لما تحبوا ديروهم في البلون كتنا على جال التشينا، يعني حبيت هذاك اللون تاع التشينا يمد لنا اللون تاعها تاع الكعيكات الفوقاني. هذه اللي حبيت نقولها لكم. نديرهم انا كامل نكلاصيهم ونشوفوا كيفاش نخدموا التزيين. التزيين حنا كنت درت هذا الموتيف، عندي الكامباس في الاورانج يعني انو هكا. عطيت لكم فكره وانتم كل واحده كيفاش حبت تزين. كما راكم تشوفوا كل واحده كيفاش تحب تزين تزين هذو الكعكات تاعها. يجوا ما شاء الله يعني طريقه جديده ومغايره، يجوا بزاف هايلين. كما راكم تشوفوا يجوا ما شاء الله. نكملها انا نكمل هذو. كنت موجده لازم نشوفوا كيفاش تخدموا بالعقل، يعني ما ترفدوش بزاف فيها، لانه صغير وانه كبير نتوما واش حبيتوا. بعدين في الاخر نديرها شويه دوغي. التزيين هنا ليكم راجعه ليكم، كل واحد حبيتوا ديروا اون فلور، حبيتوا ديروا ليكم الاختيار. ما حتى كاين لي فروي صغار هكا. شوفوا كيفاش تكون، شوفوا كيفاش يكون النتيجه تاعها. هاهي تجي هايله. بعد من نشفت لنا الطليه تاعنا، شوفوا انا حكمت الناكري بلون دوغي. هاهي ندير كامل هذاك الناكري بلون دوغي على الحبه تاعنا بلون دوغي. دوك نوريه لكم تشوفوا كيفاش تكون لابواط تاعو، يعني تلقاوها في كامل المحلات. في ساشي ديال في الكونجيلاتور.
نحكم بانسو نواسيهولو مليح، غادي نحط هذاك النوع تاعنا فوقو. ديريه تحت ومن بعد ديريه في الكونجيلاتور. هذا هو الناكري تاعنا البلون دوري، شوفوا كيفاش يكون. يعني لكم الاختيار، كل واحد كيفاش يحب يبسي، كل واحد كيفاش يحب كل واحد كيفاش يحب يعني يدير التزيين تاعو. تجي ما شاء الله، يعني تجي تعطينا نتيجة والله ما شاء الله. تقدروا ديروهم في العيد، راه هذا بالابواب. عطيت لكم فكرة وانتم واش حبيتوا ديروا. انا دوكا راح نحط هذاك النوع تاعنا فوقهم ونديرهم في ليكيسات ونشوفوهم في طاولة التقديم. اللي عطانا منظر، شوفي هذاك النوع مدلنا منظر بزاف شباب. انا هذيك الطاليه اللي بقات درت لها في امبوش، شوفوا نحط نلصق بها باش تمدلك منظر شباب. شوفوا كاش يكونوا، يجوا ما شاء الله، يجوا بزاف طريين هايلين. انا نكملهم كامل نشوفهم في طبق التقديم. هذه هي النهايه تاع الفيديو تاعنا والوصفه تاعنا. شوفوا كيفاش جاو بزاف هايلين، ما تقدروا حتى ديروهم في المناسبات. يعني طاو قوام هايل، اللون تاعهم بزاف شباب، يوالموا في كل المناسبات. نقسم معكم حبه، شوفوا كيفاش جات النتيجه تاعهم. جاو بزاف طريين، لاباط تاعنا طريه، طاليه طريه، لا فخس تهبل. شوفوا كيفاش يكونوا. واش نقول لكم، ان شاء الله نكون كفيت ووفيت ويكون عجبكم الفيديو، ونتلاقى في فيديو اخر باذن الرحمن. ودائما نقول لكم ان شاء الله نلقى لكم الكومنتير تاعكم والدعم تاعكم في فيديو اخر ان شاء الله.